تفتكر أي كسر مستوى دعم أو مقاومة دايما معناه اتجاه جديد؟ لا خالص، ساعات السعر بيخدعك وده اللي بنسميه الفولس بريك اوت أو الكسر الوهمي. وخلينا أبسطها لك كالعادة: لما السعر بيقرب من مستوى مقاومة مهم، السوق بيكون مليان مشترين صغار مستنيين عملية الكسر دي، والمؤسسات الكبيرة بتستغل ده، بتدفع السعر انه يكسر المقاومة شوية عشان الناس تفتح صفقات في الاتجاه الجديد. بس بعد ما الكل يدخل، السعر بيرجع تاني في الاتجاه المعاكس، وده اللي بيحصل مع السيولة لما يكون مفيش مشترين أو بايعين كفاية. أي حركة بسيطة ممكن تحرك الأسعار بطريقة كبيرة جدا والمؤسسات تستفيد. يعني الكسر الأولاني مش دايما حقيقي، هو زي فخ السيولة كده. اللي محتاج تعمله ما تدخلش على أي كسر لأول مرة، بص على حجم السيولة حوالين المستويات المهمة، وخلي وقف الخسارة جاهز دايما تحسبا لأي ارتداد. يعني باختصار، السوق ساعات بيختبرك قبل ما يتحرك فعليا، فاللي فاهم اللعبة بيخرج من الفخ أو بيستفيد منه، واللي بيستنى الصفقة المثالية بدون معرفة اللعبة بيتصدم.